السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في خاطر اليمين الإماري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله هنبص على البيض المخصب أو اللي مش مخصب. دلوقتي أنا عندي يمامة بيضة واحدة، والجزء التاني برضك بيض بيضة واحدة، أو البيضة بتاعته واحدة رايقة أو واحدة بايظة، وعايز أحط البيضتين مع بعض. هل ينفع ولا ما ينفعش؟ وإيه المدة اللي احنا ينفع نحط فيها البيضة؟ عشان طبعا ما ينفعش تحط بيضة مدتها مثلا راقدة عليها مثلا 20 يوم، وتحط واحدة مثلا راقدة لسه متبيضة بقالها 5 أيام أو 6 أيام. ماشي. دلوقتي مع بعض هنبص على الجوز ده دلوقتي احنا فحصنا البيض من يوم، لقينا في بيضة هي مكسورة من الجنب كده بس شغالة فيها تخصيب، وبيضة رايقة خالص محمرة حتى من البيضة أول يوم، يعني هي حيضة تترج شمال ويمين، وهي بيضة بايظة خالص. لو تشوفوها الصورة معايا في فرق كبير، ويمكن واضحة اهي. اللي على اليمين بيضة بايظة، واللي على الشمال بيضة مخصبة اهي. طب دلوقتي في جوز تاني بايض نفس الميعاد، او مثلا فرقه من 3 ايام ل4 ايام ل5 ايام، هتنفع عادي تحط البيضة. لو يمامة بيضة واحدة عندك، جوز تاني مثلا بيضة عندك بيضة واحدة، هينفع تشيل البيضة وتحط، بس فرق أقصى حاجة 5 أيام 4 أيام. غير كده ما تحطش البيضة، عشان طبعا لما تفقس الزغلول ما يكبرش، وتلاقي البيضة التانية الزغلول لسه ما طلعش، فالزغلول ممكن يقعد على الزغلول، او بيكبر حجمه طبعا بيبقى سريع النمو، يموت الزغلول التاني، ما يرضاش ياكله، يزقه طبعا في الاكل، ممكن يقعد عليه كده. الحاجات دي كلها بتفرق. يعني انت لو عندك ياما بيضة 4 أيام 5 أيام، وفي جوز تاني بيضة واحدة، أو شفت البيض عنده رايق أو كده، ممكن تحط بيضة جنب بيضة، مفيش أي مشكلة، بحيث إن انت تستغل الجزء التاني اللي هما ايه، يبيضوا ويشتغلوا على طول، ما يستناش اللي هو ايه، الجزء التاني. دول مثلا ما شاء الله تبارك الله زغلولين اهو، زي ما احنا حضراتكم شايفين. دلوقتي بصوا سنهم يا جماعة، ادي السن اهو متقارب لجوز تاني مطلع زغلول واحد، ادي خدتوا بالكم؟ بصوا اهو، ادي الزغلول ده زغلول لوحده، التانيين مطلعين زغلولين. طبعا مش هينفع انقل، يعني انا اجيب الزغلول ده احطه، يبقوا 3 زغالين مش هيعرفوا ايه طبعا ياكلوهم، او لو اكلوهم هيبقى في حاجه ضعيفه فيهم، فانا طبعا هسيبه. فهدور عندي في حاجه تانية، لا مفيش طبعا، لا مفيش. في طبعا عندي جوز اكبر من الزغلول، طبعا مش هينفع طبعا اخليهم 3. ابص هنا برضك، هنا الزغلولين قد بعض، لا ما ينفعش طبعا انقل زغلول احطهم على 3 زغاليل. ده برد على سؤال صديق طبعا سألني، ينفع احط عنده جوزين مطلع زغلولين، في جوز مطلع زغلول، ينفع احط الزغلول في 3 زغاليل بحيث ان انا استغل الجوز التاني يبيض؟ طبعا ما ينفعش. ممكن ينفع وانت وحظك وانت ورزقك فيه، عشان طبعا سبحان الله، هو ربنا خلقهم اللي هم يبيضوا بيضتين ويفقسوا زغلولين. هنكتر معاهم زغلول ممكن يأكلوهم، ممكن زغلول يسقط منهم، من اللي كانوا طالعين مع بعض او اللي انت حاططهم معاهم. هينفع يحطوهم، مش هيضربوه، هيأكلوه كل حاجة، بس مش هيقدروا يجازوا مع ال3، عشان ساعات اصلا احنا بنلاقي في اليمام ما بيجازوش مع 2، تلاقي زغلول كبير وزغلول صغير، او تلاقيهم الاتنين مظبوطين. فبلاش احنا نبوظ ايه ال3 زغالين، لا سيبهم بقى، استحمل، سيبهم هم يكبروا الزغلول بتاعهم، والتانيين هيكبروا الزغلول بتاعهم عادي. فاحنا مش عايزين نخسر ايه، زغلول ما بينهم. فانت ما تضمنش تبيض بيضة تانية، البيضة تتكسر تأخر الشغل، وانت ايه ما استفدتش خالص. لا سيب ادام ما عندكش حاجة بديلة ان انت تحطها معاهم، وفي نفس السن وفي نفس المستوى، فرق 5 ايام، خلاص مفيش اي مشكلة. في فرق خلاص، يعني بحيث ان انت ايه ما تخسرش نفسك ايه في الزغالين. لقيت في فرصة اللي فيه زغلول وزغلول، ماشي حطهم مع بعض. لكن لو مفيش غير زغلولين وزغلول، لا سيب كل جزء ايه مع بعض. فرق برضك، اتكلمنا على البيض برضك، فرق البيض لو في بيضتين واحدة فيهم رايقة والجزء التاني بيضة واحدة، انقل دي مع دي، بس برضك مدة لا تجوز مدة 5 أيام، بحيث اللي هو ايه يطلع وكده، ويبقى الفرق ما بينهم 5 أيام، ويبقى أمر بسيط. وكل ما يبقى أقل كل ما يبقى أحسن، كل ما يبقى في نفس الأيام، نفس مثلا يوم يومين 3 بالكتير، يبقى الأفضل جدا وحلو جدا.
لكن البيض اللي ما تنقلوش مثلا بيضة بقالها 10 ايام 12 يوم 13 يوم، تحط لها بيضة لسه متبيضة بقالها يومين 3، لا ده بيبقى ايه غلط. هي ترد عليها وتطلع، بس المشكلة اللي هي ايه، هتلاقيها فرق سن الزغلول للزغلول وكده، هبقى غلط عليه. طبعا في جوز تاني حضرنا لهم العش بتاعهم اهو، رمناهم شوية قش لان لميناهم ما شاء الله تبارك الله، عملوا في زاوية اهي جنب اهو. ادي الذكر الاحمر وادي النتاية المطوقة. لقيتهم بيكسروا على بعض امبارح، ولقيتهم لموا القش وظبطوه في زاوية اهي. طبعا اهي لسه كمان بتقلب في القش اهو. طبعا الزاوية اللي مستريحة لها نسيبها لها، لان انا كنت فرش لهم الارض كلها برسيم ناشف، لقيتهم جمعوا هم في الزاوية دي، هم اللي استريحوا لها. فاحنا نسيبهم طبعا ايه، ما نحركهاش ولا ننقلهم ولا نقول الزاوية دي مش عجباني، لا خلوه في الزاوية التانية. الحاجات دي كلها ايه، لا سيبهم براحتهم، تلاقوهم اشتغلوا ايه تمام. هذا طبعا ذكر زي فالنتايتو، بس لسه طبعا الزغلول صغير. النتاية ما بتحملوش خالص او بتسمح له بالتكسير، يدنه زايف كده مفيش اي مشكلة، يزوف عادي مفيش اي مشكلة، هيجري وراه ويضربها. ممكن لو صمم او حاجة بتبقى بيضة كده ما بترقش عليها، زي ما تقول بيضة اشباع او بيضة تكسير متذكر، مفيش اي مشكلة فيها لحد ما تخلص زغلولها وما يكون يكبر سنا شوية، تلاقي ايه مثلا باضت. ودول طبعا جايزتون برضك ذكر ونتاية، الذكر الأحمر برضك والنتاية مطوعة برضك. جبت لهم شوية قش، بس مش عارف نطوروه كده لسه مش جاهزين، وبرضك اسيبهم بحيث ان هما ايه يشتغلوا تاني. ودول برضك جبت لهم شوية قش. طبعا دول كانوا مطلعين بيضين ومطلعين زغلولين، بس للأسف الزغلولين ماتوا، مش عارف ماتوا من ايه لوحدهم كده، حتى بصيت عليهم كده مفيش اي مشكلة فيهم، كانوا واكلين وكل حاجة، بس مفيش مشكلة فيهم، بس ماليش رزق فيهم او حظ فيهم، قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وادي هم برضك بيقعدوا شوية عقبال ما يجهزوا كده، وان شاء الله ايه هنصوره لكم مبيضين ان شاء الله. وفي اي حاجة في اي سؤال برضك اكتبوا لي في تعليق ونتواصل مع بعض، بحيث ان احنا لو في اي سؤال في اي حاجة وقع مننا ان شاء الله نكمل بعضنا. احتجتوا رقم الواتس تصوروا حاجة او توروني حاجة، مفيش اي مشكلة ان شاء الله، يعني ايه نتواصل مع بعض باستمرار. دول زغلولين طبعا فيهم مشكلة، دول واحد اكبر من واحد، مفيش اي مشكلة، بس طالما هي بتأكلهم ان شاء الله مفيش اي مشكلة، بس مفيش فرق كبير يعني عن الحجم ولا السن، هما الاتنين طالعين فرق يوم او يومين، مفيش اي مشكلة. هو طبعا اليمام يا جماعة بيبقى سريع النمو وكده. البيضة اللي تفقس لو فرقت يوم في البيضة التانية، تلاقي الزغلول ما شاء الله كبر على طول عن التاني. طبعا في التأكيل طبعا هتابع برضك النتاية دي عشان دي اول بطن ليها، مفيش اي مشكلة. لازم اعذرها بطن واتنين بحيث ان انا ايه اشوف اللي بعدها، البطون اللي بعدها لقيتها باستمرارية كده، ابتدي ايه اعالج الموقف، اشوف مثلا الزغلول ده احطه مثلا مع زغلول تاني، الاقي اشوف الزغلول التاني برضك بتاكله او مبتاكلوش او بتراعيه. ففي ناس بقى بتعمل ايه، اول ما تحط لهم الاكل بيجروا على الزغلول طبعا ايه ياكلوها، تقوم جاي شايله الزغلول الكبير وسايبه الزغلول الصغير، اول ما تاكل الزغلول الصغير تزقه، تقوم جاي ايه حاطط الزغلول الكبير التاني، فتلاقي الاتنين في سكة 5 ايام 6 ايام تعمل الحركة دي، تلاقي ايه الاتنين ظبطوا نمط معين، حجم معين او مستوى معين. فاهمين ازاي يا جماعة؟ يعني هو دلوقتي زغلول وزغلول، انا لسه حاطط لهم الكلفة اهي، بتبتدي تاكل الكلفة وتجري على الزغلول تاكلها، اما انا جاي شايل الزغلول الكبير، اول ما اشيل الزغلول الكبير هتاكل الصغير، اقوم جاي بعدها جاي حاطط ايه الصغير، بحيث مدة 5 ايام 6 ايام كده هتلاقي المستوى الطبيعي رجع للزغلولين، مفيش اي مشاكل فيه. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.